السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة أسرار وحقائق. هل الكركم معالج للأمراض؟ وهل الكركم يصلح لعلاج الميجا بكتيريا والكوكسيديا؟ هل هو معالج لجميع أنواع الطيور؟ ما هي الفوائد وما هي الأضرار؟ وما هي الترتيبات التي يجب أن أتخذها أثناء تقديم الكركم؟ ولماذا أقدم هذه المواد بعد استخدام الكركم بشكل رئيسي وضروري؟ حلقة اليوم بتمنى الكل اللايك والشير والاشتراك ومشاهدة الفيديو إلى النهاية. طبعا أخوتي الأعزاء، خرج لنا رمضان كريم عليكم. المهم عم يحكي انه الكركم معالج لجميع الامراض، والكركم فيه ماده فعاله للقضاء على الامراض، والكركم. طبعا هذا الدرس او هذه الحلقه كانت تقديم الاخ مراد قسطنطين من الجزائر، وتحيه له لهذا المجهود ولهذه المعلومات اللي عم يقدم لنا اياها. ولكن اخوتي الاعزاء، يجب اعاده النظر في تقديم هذه المواد. انا بالنسبه لي قدمت الكركم لعده طيور وكانت مصابه، واللي متابعني على قناه فن تربيه الطيور بيعرف انه ابو النصر بيشتري طيور مريضه وبيقدم لها العلاج وبيعالج الطيور. طبعا انا بعتمد على موضوع الاسس التربيه وبعتمد على موضوع العلاجات اكثر من اني انتج طيور. السبب راح احكي لكم ان شاء الله في حلقات قادمه ليش انا بشتغل هالموضوع هذا اكثر من موضوع الانتاجيه او بشتغل على موضوع الانتاج. طيب، وين انتاجك؟ فرجينا انتاجك. هاي كثير اسئله اجتني وكثير اسئله شفتها انا، والرد علي راح يكون قادم باذن الله تعالى. طيب، ولكن انا لقناه فن تربيه الطيور او بقناتي على اليوتيوب او لما بطلع انا بقدم درس او بقدم معلومه، والله ويشهد علي ربي بتمنى لكم الخير اكثر ما اتمنى لنفسي. بتمنى تشوفوا طيوركم، بتمنى اشوف عنكم انتاج اكثر ما شوفوا انا بغرف انتاجي. طيب، على بركه الله رح بلش معاكم وابدا بهذا الموضوع واحكي لكم عن الكركم. طبعا الكركم فيه مواد فعاله قاضيه على البكتيريا النافعه والضاره. والكركم ليس بمعالج للامراض بشكل كامل، والكركم ليس له اي فوائد علاجيه بشكل قطعي. في بعض الطيور اخواتي الاعزاء لو قدمنا انا الكركم بالطيب، ولكن بتكون في بدايات الامراض. ولكن اذا كان في عندي طائر مستفحل فيه المرض كالميجا بكتيريا والكوكسيديا وفي مراحل متاخره قبل العلاج، وجيت بدي اقدم له كركم، ما راح استفيد بهاي الطريقه. طبعا الكركم ما فينا ننكر انه له فوائد، ولكن هاي الفوائد ما فيني انا عالج فيها الطير. هناك مواد فعاله اكثر من الكركم ب1000 مره بعد العلاج. طيب، شو استخدمنا؟ هاي حلقه راح تكون باذن الله مفصله عن علاج الطيور بشكل كامل والمواد المستخدمه اثناء العلاج. طيب، انت موضوعك عن الكركم يا ابو نصر. الكركم فوائده انه بنظف الكبد، ولكن الاضرار تبع الكركم بتكون ضعف مناعه الطائر بعد شربه للكركم. بعد شربه للكركم. ولازم تعرف اخي العزيز ان الكوكسيديا او الميجا بكتيريا حتى لو اختفت اثناء العلاج رح ترجع بعد العلاج. لهذا الامر استخدامك للعلاج امر رئيسي انه يكون في عندك فكره في طريقه تقديمه. طيب يا ابو النصر، الكركم اذا انا قدمته للطائر كان مصاب بالكبد، راح نشوف في تحسن على مستوى الكبد، ولكن راح نشوف في ضعف على مستوى الامعاء. ليش؟ لان انا طردت البكتيريا النافعه والضاره. طيب، الكركم ممكن يعالج بمرض الميجا بكتيريا في البدايات، ولكن في مراحل انه يكون الحركه كامله ما راح يعالج. الكركم ممكن يعالج للفطريات، نعم. في اخ الي اسمه بدر بيقول ليس كل ما يتحرك في البطن اسمه ميجا بكتيريا، وانا كنت بايده بهذا الحكي 100%، لانه ايضا في حركه الامعاء للديدان، وفي حركه الامعاء للفطريات، وفي حركه الامعاء لالتهاب القانصه. فمو كل شيء بيتحرك بالبطن ميجا بكتيريا. لمعرفه الميجا بكتيريا راح اقدم لكم حلقه بشكل كامل عن موضوع معرفه الميجا بكتيريا بشكل مفصل. طيب، حكينا نحن هلا بشكل مختصر عن الكركم. تحذروا منه كثير. اذا قدمته لطائرك للوقايه او للعلاج يجب ان ترفقه بالبروبيوتيك. البروبيوتيك موجود بمنقوع الشعير، لازم نعطيه يومين بعد تقديم الكركم، او بالحمص، ولكن انا ما بفضل استخدام الحمص. في ايضا بماء اللبن ايضا ما بفضله. افضل شيء انه يكون في عندك ماده تحتوي على البروبيوتيك او منقوع الشعير بيعوض البروبيوتيك. طبعا مو تعويض كامل، لحتى اعطيكم المعلومه وتكون هالمعلومه هاي كافيه.
البكتيريا النافعه او البروبيوتيك مو متواجد في الطبيعه، يعني ما في ماده موجود فيها بروبيوتيك. جميع ما نستخدمه نحن لطيورنا من مواد من اجل احياء البكتيريا النافعه او من اجل تنشيط البكتيريا النافعه هو عباره عن مغذيات، وهي المغذيات تعمل على تحريك وتحريض البكتيريا النافعه من اجل الانتاج بشكل اكثر. هاي مقصدنا بكلمه بروبيوتيك. لهذا الامر ما حد يقول لك هاي بروبيوتيك طبيعي فيك تقدمه للطائر. المقصد بهاي الكلمه انه نحن بنعطي مغذي للطائر، مغذي للبكتيريا النافعه في جسم الطائر. طيب هاي شغله. بالنسبه للكركم فيني استخدمه كعلاج للطيور على مستوى الامعاء والكبد لا. في شغله كمان لازم تعرفها، انه في طيور تستجيب للعلاج بالطبيعي، في طيور لا. انا كتجربه قمت فيها او كتجربه قمت فيها، في طيور ممكن تستجيب معي على البكتيريا النافعه. طيب في طيور ممكن تستجيب معي على عصير الجزر والحلبي الطيب، في طيور ممكن تستشفى من الامراض تبعه على الكركم، في طيور ممكن تستشفى معي على الشيح وخل التفاح. فانت لازم تعرف السيستم تبع طيورك وتجرب. اهم شيء موضوع التجربه، فالتجربه افضل وخير برهان لك انت كمربي. ما وصلنا لهون الا من التجربه، ما حد يكذب عليك يقول لك درست وتعلمت وتثقفت وجبت كتب ورحت عملت محاضرات وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، عملناها كلياتها، ولكن في ارض الواقع كانت الايام تكون نتيجه صفر الا من طريق التجربه. لما رحنا جربنا اي ماده على الطيور شفنا النتيجه فقدمنا الحلقه. تمام؟ برجع اكرر، الكركم ليس بعلاج كافي للامراض عند الطيور، وما في نعتمد عليه كعلاج ثابت. برجع اكرر، ممكن يطيب معي طير اثنين، ممكن ما يطيب ولا طير. تمام؟ هلا بدك تسالوني شو قدمت بالنسبه لهي الفيديوهات اللي عرضت لي قبل العلاج وبعد العلاج؟ اعمل لي اشتراك، لايك، فعل زر الجرس، تابع الجديد. رح نحكي عن موضوع علاج الكوكسيديا عند الطيور بشكل مفصل بالايام القليله القادمه، ورح نحكي عن الامراض بشكل موسع باذن الله تعالى. بالنسبه لقناه فن تربيه الطيور، ممكن اني اتوقف عن النشر لفتره معينه، ما بعرف، لانه هلا في عندي ضغط عمل وجانا فتره رمضان، فما عم بحسن نسق بين القناه وهي القناه وعملي، فممكن اتوقف لشكل بسيط، يوم او يومين او ثلاثه، ممكن ارجع استمر بشكل مباشر، ولكن ان شاء الله اتمنى الخير لكم واتمنى لكم الصحه والعافيه، وبتمنى الكل يتفاعل على هاي القناه ايضا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات لتم الاجابه عليه، وبتمنى الكل يستفيد بقدر ما انا استفدت من هالمعلومات اللي عم اقدمها. والسلام عليكم.